ايه الفرق بين التقليد والاقتباس والسرقه؟ هل اعتماد المصمم على المواقع زي فري بيك وفيكتور ستوك وفيكت ايزي ده يقلل منه او يعيبه؟ الناس الدخيله على التصميم اللي بتعمل اللوجو ب 20 جنيه هنعمل معاهم ايه؟ ملفات الشغل من حق العميل ولا دي ليها حسبه مختلفه؟ امتى اشتغل ببلاش وامتى اقول لا؟ واخيرا، انا كمصمم مبتدئ ازاي استفاد من مجتمع المصممين واتعامل مع المصممين الكبار واتعلم منهم؟ كل المواضيع دي هنتكلم ونتناقش فيها. معاكم رامي شعبان، ودي قناه صناعي التصميم. اهلا بيكم. عنوان الحلقه زي ما احنا شايفين اسمه اخلاقيات المهنه ومبادئ المصمم. انا عارف ان العنوان غريب حبتين، لان كلمه اخلاق دي كلمه واسعه قوي ونسبيه ومطاطه، بتختلف من شخص للتاني ومن فتره لاخرى. وبعدين هو اي حد هيعمل حلقه ويسميها اخلاقيات ومبادئ هو كده حط قواعد اللي المفروض كلنا نمشي عليها؟ لا طبعا. انت مش محتاج حد يقول لك تعمل ايه او تتصرف ازاي، انت لوحدك بتتصرف صح. انما هدف الحلقه دي هي مجرد الدردشه، هنتكلم عن بعض الحاجات اللي بتقابل المصممين ونفكر ازاي ممكن يتصرفوا فيها. فعشان كده الحلقه دي زي ما قلت مجرد دردشه، ما فيهاش اي التزام او فرض راي. تعالوا نبتدي. الفرق بين التقليد والاقتباس والسرقه. مرحله التقليد هي مرحله معظمنا بيبتدي بيها، فيها ان احنا بننسخ وبنقلد اسلوب ناس تانية، حاجات بنشوفها وبنقرر نعمل زيها. المرحله دي مهمه لانها بتساعدنا على اننا ندرب ايدينا على اننا نعمل الشغل اللي احنا عايزينه. واحده واحده التقليد بيتحول بالتدريج ان انا بضيف وبطور لحد ما بوصل لاسلوبي الخاص بيا. الفيصل في موضوع التقليد ده زي ما قلت انه يكون لمجرد التدريب، لا هعرضه على العميل ولا هبيعه ولا هحطه على البورتفوليو ولا حتى مهتم ان انا احفظه على الجهاز بتاعي. مش اكتر ان انا بشغل ايديا. التطور الطبيعي لمرحله التقليد دي هي المرحله اللي بتيجي بعد كده، اللي بنسميها مرحله الاقتباس او مرحله التاثر. بشوف شغل ناس كتير وبستوعبه وبتاثر بيه. معالجه جديده للصور، بشوف طريقه لكتابه النصوص، بشوف تاثير معين في الاضاءه. وعن طريق التغذيه البصريه وبشكل لا ارادي مني، عقلي بيستوعب كل الحاجات اللي انا بشوفها دي ويضربها في الخلاط، وباخده بشتغل عليه واطور عليه لحد ما بيطلع لي اسلوب جديد خاص بيا. واكبر دليل على ان موضوع التاثر ده موضوع مختلف تماما عن موضوع السرقه، ان في فنانين كتير بيعملوا ورش عمل بيشرحوا فيها طريقه عملهم وطريقه شغلهم وطريقه تنفيذهم لاسلوبهم. ده غير ان من قديم الازل احنا عارفين ان في مدارس فنيه كبيره زي المدرسه السرياليه والمدرسه الحديثه والمدرسه التكعيبيه. المدارس دي ما بتقومش عن طريق ان الفنانين يجتمعوا مع بعض ويقرروا يشتغلوا باسلوب مشترك. اللي بيحصل ان في فنان بيبتدي المدرسه دي ليه طريقه معينه وشغل معين واسلوب معين، وبيجي بعديه فنانين بيحبوا المدرسه دي متاثرين بالفنان بيكملوا على طريقه شغله وطريقه نهجه وبيطوروا عليه. طب امتى الكلام يتحول للي احنا بنسميه سرقه؟ سرقه، خلينا نسمي الحاجات باساميها الحقيقيه. انك تاخد شغل فنان تاني وتحطه في البورتفوليو بتاعك ده يعتبر سرقه. انك تاخد مخطوطه وتقطع الحروف منها وتعمل مخطوطه جديده ده يعتبر سرقه. انك تاخد شغل مش بتاعك تبيعه وتكتب عليه اسمك اكيد سرقه. انك تنتع عميل في مبلغ محترم عشان تعمل له لوجو كاستمايزد على مزاجه وفي الاخر تروح تجيب له لوجو جاهز حتى لو دافع في اللوجو ده فلوس وشاريه من شاتر ستوك مثلا، دي برضه تعتبر سرقه. السرقه أسوأ حاجة ممكن يعملها المصمم في نفسه لو هو مصمم بجد ناوي يحترف التصميم ويطور نفسه فيه، مش حد جاي يعمل سبوبة ويمشي. وساعتها سمعتك هتتلوث للأبد وهتحرج نفسك وهتحرج الناس اللي انت شغال معاهم. ونصيحتي ليك، لو الشيطان وزك وقعت في الموضوع اعتذر على طول. اوعى تكابر، اوعى تدور على مبررات، واوعى تتحجج بتوارد الأفكار. المدير بتاعك ولا العميل اللي مسك الموضوع مش عبيط، وعمره ما هيواجهك بموضوع السرقه ده الا لو هو عارف ومتاكد هو بيعمل ايه. في شعره صغيره ما بين توارد الافكار والسرقه، بس اي حد عنده فكره عن مجالنا ولو 1% هيقدر يفرق ما بينهم كويس. وياما مصممين كتير شطبوا على شغل بعد مجهود وتعب كتير، وكان الشغل ده من صميم افكارهم لمجرد ان لقوا الشغل شبه حاجات تانية موجوده قبل كده. انا عارف ان اي حد هيسمع الكلام اللي بنتكلم فيه دلوقتي هيستغرب. هو احنا ليه بنتكلم في بديهيات؟ هو احنا المفروض نقول للناس ما تسرقوش وما تنحتوش شغل غيركم؟ انا كمان كنت فاكر كده برضه. في 2023 اشتغلت على تنفيذ البراندنج ل9 مشروعات جديده. 7 من ال9 مشروعات دول كانت اللوجوهات بتاعتهم مسروقه، وللاسف الضحيه بتاعتهم كانت شركات كبيره ومشروعات مصروف عليها ارقام كبيره جدا.
ما بقولش ان كان في توارد افكار، ما بقولش ان كان في تاثر بلجهات تانية، لا، اللجهات كانت منحوته نحت. مصمم ما ضيعش وقته انه يحاول يطلع فكره جديده، خد فكره ونسخها وحطها زي ما هي. وعشان كده بحس ان في قدر من المسؤوليه ان احنا نعرف الشباب ان الكلام ده ما ينفعش والكلام ده ما يصحش. ويا سيدي، لو المكنه زرجنت معاك مره ومش راضيه تطلع قماش، اطلب من العميل وقت اكتر، قول له انا مش في المود، اعتذر له، رجع له الفلوس حتى. اعمل فكره بسيطه باقل الامكانيات وابسط الطرق ويبقى اسمك مشيت الدنيا. لو اتزنقت في فكره لوجو ودماغك مش حاضر فيها حاجه، هات فونت ظريف واكتب بيه اسم البراند وعدل فيه شويه، او ما تعدلش خالص وسيبه زي ما هو، وقول للعميل بتاعك ان دي مدرسه مشهوره، واضرب له مثال بسوني وسامسونج ولا مارفل، ولو ما عجبوش هنقول ان هو اللي مش فاهم. كل دوت يبقى انت بعدت عن السرقه وما عملتش حاجه غلط، وحافظت على سمعتك وسمعه الشركه اللي انت شغال معاها. بالنسبه للفنانين والمصممين الكبار، هم كمان عليهم مسؤوليه تجاه الشباب الصغير اللي لسه بيتعلم. لو يوم مسكت شاب صغير بيقلد شغلك، مش لازم تفضحه او تسيح له على السوشيال ميديا او تعمل عليه حفله انت واصحابك، لا، واجب عليك تعلمه وتشرح له ان في فرق بين انه يتاثر باسلوبك او انه يسرقك. طيب، ما دام اتكلمنا عن الاقتباس، يبقى لازم ننتقل لنقطه مرتبطه بيها: اعتماد المصمم على المواقع المشهوره زي فري بيك وفيكت ايزي وفيكتور ستوك، واستخدام الماتيريال الجاهزه. الكلام دوت هل بيعيب المصمم او يقلل منه؟ عشان نجاوب على سؤال زي دوت، في اعتبارين لازم نراعيهم. اولا، مستوى الشغل اللي هتستخدم فيه الخامات الجاهزه ديت، ومستواك انت كمصمم وخبرتك اللي العميل جاي على اساسها. انت مثلا لسه مصمم صغير ومبتدئ وبتشق طريقك من اول، ولا انت مصمم قديم واسمك معروف؟ طب المشروع اللي انت شغال عليه، هل هو مشروع كبير لشركه كبيره ومدفوع فيه مبالغ ضخمه، ولا مشروع صغير لعميل صغير جوه مطبعه صغيره؟ او يمكن حتى المشروع يكون مجامله ومش هيدفع فيه ولا مليم. المثل بيقول كل برغوت على قد دمه، وهتدفع هوريك اللي عمرك ما شفته، اما لو ما دفعتش فمش هيبقى اكل وبحلقه. تاني حاجه، كميه الخامات المستخدمه وهتستخدمها ازاي، بمعنى هتستخدم ماتيريالز قد ايه، وهتوظفها ازاي، هتعدل فيها ولا هتسيبها زي ما هي، هتطورها ولا مش هتغير فيها اي حاجه خالص. وخلينا هنا نرجع كمثال للاتفاقيه القانونيه بتاعه موقع زي فريبيك. الموقع بيتيح لك ان انت تستخدم الخامات المعروضه عليه بشكل مجاني وشكل قانوني تماما، بشويه شروط هنتكلم هنا عن الشرط اللي يهمنا منه: ان العنصر المستخدم ما يكونش هو العنصر الاساسي في التصميم بتاعك، تستخدمه كخلفيه، كاضافه، او تعدل فيه بما يغير من شكله الاساسي. بس كده. عايز غير كده يبقى تدفع يا معلم. حابب برضو اتكلم عن نقطه اخيره قبل ما ننتقل من الموضوع دوت. في حاجات كتير قوي قايمه على مبدا التراكميه، حد بيبتدي حاجه وحد بيجي بعديه بيكملها ويبني عليها. واحنا للاسف في مجتمعات نقله للحضاره. انت قدرت تعمل شغل كويس ينافس الشغل اللي في المواقع دي بوقت كويس وشغلك يكون فريد ومميز، توكل على الله، ربنا معاك، كلنا هنسقف لك. مش هتقدر، يبقى ما تجلدش نفسك واجتهد في اللي تقدر عليه، وانت عارف عميلك وعميلك عارفك. ناس كتير قوي شغاله في شركات كبيره ومشاريع ضخمه وبيتصرف عليها مبالغ مهوله، ومع ذلك شغالين على النقش بالحرف من الاجانب. يا راجل، افتح التلفزيون كده واتفرج 10 دقايق على الكليبات ولا الاعلانات. طب اقول لك، اتفرج على الكبير قوي اللي مكسر الدنيا وانت تفهم انا بتكلم في ايه. كله شغال بينقش من كله، وكله بيبرشط على نجاح كله. مش بقول لك روح اعمل زيهم او اسرق او انحت شغل غيرك، بس انا بقول ان المصمم اللي بيشتغل على الفري بيك مش محتاجين نجلده، هو مصمم شغال على السوق اللي محتاج الشغل بتاعه، وكل فوله وليها كيال. شفت مره البوست الظريف دوت نازل على اكتر من جروب من جروبات المصممين. بيقول ايه البوست الظريف ده؟ واحد صاحبي عنده محل اجهزه منزليه اتصل بيا وبيقول لي هفتح محل جديد وعايز تصميم اليافطه هديه الافتتاح. قلت له عناية يا اخويا، انا بس فرحي كمان شهر وعايز منك غساله وثلاجه هديه الجواز، هاشتاج الحراق. وطبعا في التعليقات عدد لا نهائي من الضحك والتريقه، واللي يقول له الله على قصف الجبهات، واللي يقول له ايوه اديله على حنطور عينه المقشف اللي مش عايز يدفع ولا مليم دوت. الكلام ده كله ظريف ومن حقك، باعتبار انك راجل صارف مليون جنيه على الجهاز بتاعك، وصارف الشيء الفلاني على الكورسات اللي انت بتاخدها، ده غير فاتوره الكهرباء اللي الكيلو فيها بقى اغلى من كيلو التفاح الامريكاني. بس الكلام دوت صح في حاله واحده: لو انت عامل زي مكنه الحاجه الساعه، حد بيحط لك كوين فبتطلع له المشروب بتاعه. يا جماعه، لازم نفهم ان المصمم زيه زي اي حد، في مسؤوليات اجتماعيه لقرايبه ولاصحابه وللمجتمع اللي عايش فيه. في حاجات كتير اهم من الفلوس، وفي مسؤوليات اجتماعيه، وفي مجاملات، وفي ان انت تبقى موجود لما حد يحتاجك. صاحبك الدكتور اللي هتتصل بيه في نص الليل عشان تساله على بطنك اللي وجعك، هو كمان ما جابهاش بالساهل وقعد 7 سنين في كليه الطب. وصاحبك اللي هيوصلك المطار بعربيته،
هو كمان دافع فيها دم قلبه وبيصرف كل يوم بنزين وصيانة. وخليك فاكر إن الناس لبعضيها، واللي ما تحتاجوش النهاردة هتحتاجه بكرة. حتى العملاء، في عميل ممكن تعمله شغل بمبلغ قليل جدا أو ببلاش خالص عشان أنت بتحبه وتحترمه. في عميل تاني ممكن ما تحاسبوش على الشغل عشان أنت بتربي زبون ومستني شغلانة جاية. وفي شغل تطوعي وفي مساهمات خيرية، ودي اللي بنسميها زكاة العلم اللي ربنا رزقنا بيه. أنا عارف إن الموضوع ممكن يكون تقيل على القلب شوية، إن أنت في وقت راحتك تقعد تعمل شغل عشان المعارف والمجاملات، بس حلها زي ما قلنا من النقطة اللي فاتت: كل شغلانة وليها ظروفها. ممكن مثلا نجيب حاجات جاهزة ونشتغل عليها على طول، أو نقلب له لوجو في ربع ساعة. اللي ما دفعش دوت مش هيستنى منك تعمله اللي ما اتعملش، ولا هيبقى منتظر كيس ستادي ولا برزنتيشن بال20 صفحة، ولا هيوجع قلبك تعديلات بالشهور. بالعكس، اعمل له أي حاجة تمشي أموره، هينبسط بيها وهيشيلها لك جميلة وهيدعي لك. اللي يتعشم فيك ما تردوش وخليك جدع. علاقات المصممين مع بعضيها، وازاي تستفيد من المصممين والفنانين الكبار وتتعلم منهم. اول حاجه عايز اقولها، وش منكم في الارض، وعارف ان الكلام ده ممكن يزعل ناس كتير، بس انا هقولها ورزقي على الله: مجتمع المصممين من اكتر المجتمعات التوكسيك اللي ممكن تشوفها في حياتك. ناس بتأفسن وناس بتنفسن، وشلاليه وتطبيل وصراعات وخناقات، اللهم احفظنا. للأسف مصممين كبار كتير كل مصمم منهم لامم حواليه شلة مصممين صغيرين عاملين زي اللجان الإلكترونية. طبعا لزوم الحملات ولزوم الخناقات ولزوم التحفيل. راجع انت بس بعد اي ايفنت مهم اليومين اللي بيجوا بعديه وشوف المهازل اللي بتحصل. بس طبعا 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 ده لا ينفي ان في ناس كتيرة جدا بتقدم خدمات كبيرة جدا للمصممين ومن غير اي مقابل، سواء كورسات او سواء مساعدات او هكذا. انا بس خايف اذكر اسمائهم عشان ما انساش حد منهم، بس هبقى ظالم جدا لو قلت ان الاحتكاك بالمصممين مش هيفيدك. بالعكس، احتكاكك وعلاقاتك الدائمة مع المصممين هتساعدك ان انت تتطور وتتعلم كل يوم حاجة جديدة، وتتنافس وتغير غيرة حميدة وتطلع شغل احسن واحسن. اهم حاجة بس مش عايزك تقوم بدور صديق البطل ولا تبقى تابع لحد. بنحب الناس ونحترمها ونقدرها، لكن من غير تطبيل ومن غير ما نطلع على حملات تحفيل على كل واحد داس على شعر للفنان. انت بطل قصة حياتك، وانت احسن من كده بكتير، وان كانت الشلالية هتعمل كده فبلاها. حاجة كمان عايز اقولها: ما ينفعش تخش الأهم مصمم في مصر تكلمه في الانبوكس وتفتح معاه مواضيع وترحرح معاه، ومتخيل انه هيبقى اعز اصحابك بين يوم وليله، وكل ما تشخبط شخبطتين على ورقه تبعتها له وتقول له ايه رايك يا فنان، وبعد كده تزعل لما يعمل لك بلوك. ياما ناس جت اشتكت لي ان فلان ده متكبر او مغرور، او علان ده ما بيخدمش حد عشان لما بتكلمه بيتاخر عليك في الرد او بيقفل في الكلام. لازم نفهم ان كل ما الواحد زادت شهرته، فكل ما بيزيد بطبيعه الحال المسؤوليات اللي عليه، وبيزيد برضه الناس اللي عايزه تتكلم معاه زيهم زيك بالظبط. وبطبيعه الانسان كل واحد عنده طاقه ومش هيقدر يلاحق على الناس دي كلها. فانت تعود نفسك قبل ما تسال السؤال، سواء بصوره شخصيه او على جروب عام، ان انت تتعب نفسك شويه وتدور الاول وتسال اخونا اليوتيوب او عمنا جوجل. ولو لقيت نفسك مش لاقي الاجابه ومضطر تروح تدور عليها عند حد بعينه لا تعرفه ولا يعرفك، يبقى استفسارك محدد وواضح ومختصر: السلام عليكم، كنت عايز اسالك على حاجه يا فنان، وتحط سؤالك. وخليك خفيف، خليك خفيف، خف وطعوم يا شباب. لسه في كلام كتير في موضوع اخلاقيات مهنه التصميم هنتناقش فيه مع بعض في الحلقات الجايه. لو عجبتك الحلقه اعمل لنا لايك، ولو استفدت منها شاركها مع اصدقائك المصممين وخليهم هم كمان يستفادوا. لو عندك اضافه او تصحيح او تعقيب اكتبها لنا في الكومنتات وخلينا نتناقش فيها مع بعض. لو مش مشترك في القناه اشترك واعمل سبسكرايب، عشان لسه في كلام كتير قوي عايزين نقوله عن المصممين وعن التصميم. شكرا لكم، مع السلامه.